ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا مساء الورد والفل والياسمين والمحبة، يا مساء الجمال، يا مساء كل حاجة حلوة عليكم يا رب. فيديو جديد. اللي لسه اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويضغط على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وحطوا اللايك يا جماعة، مش هتخسروا حاجة والله لو حطيتوا اللايك. هنا بقى كده حبيت النهاردة اطلع اجيب لكم الشريك الجامد ده. احنا هنا يا جماعة في الصعيد بنقول على شريك، شريك كده على طول. في بقى طبعا عارفة ان هو نطقه الاساسي شريك، فانتوا بقى على حسب ما انتوا بتنطقوه في مكانكم. المهم ان احنا نعمل النهاردة شريك يا جماعة. حاجة جامدة جدا، حاجة تحفة. والله طعمه حلو جدا جدا جدا. وهتشوفوا الطريقة معانا، وهتشوفوا طريقته بتتعمل ازاي والمكونات بتاعته وبنحط له ايه، وكل حاجة هتشوفوها معانا بالتفصيل. بس كملوا الفيديو للآخر وانتوا تشوفوا كل حاجة معانا. طبعا احنا عملنا كميتين ما شاء الله حلوين. بس شايفين مكان ما كنا بنعجن كان مكان عجين، لان احنا كنا عاملين كمية وخلصت، وعملنا عجنة تاني، يعني عملنا كمية تانية. فانا حبيت ان انا بس في التاني مرة ان انا اجيب لكم بقى العجين من اوله كده لاخره. واحنا بننخل الدقيق اهو زي ما انتم شايفين. لازم الدقيق ننخله حتى لو نضيف حتى لو كويس. كل ما بتنخلي في الدقيق سواء كيكة سواء اي معجنات بيديكي كده، بيخلي العجينة حلوة، بيخلي الحاجة في الآخر تطلع هشة وجميلة. فكل ما بندخل الدقيق بيطلع معانا، يعني بتطلع معانا المخبوزات اللي احنا بنعملها حلوة جدا وهشة وجميلة. فانخلي بقى على قد ما تقدري. انت لو تقدري تنخليه مرتين 3 هيديكي طريقة افضل كمان. فهنا السوائل بتاعتنا اللي احنا حطيناها يا جماعة: كوباية مية، كوباية مية كده دافية حلوة، على كوباية سمنة، كوباية زيت، كوباية سمنة، كوباية زيت، كوباية مية. دي السوائل اللي احنا بنحطها بقى مع بعضها. كوباية المية تكون كده دافية، يعني تكون دافية كده، حاجة بسيطة. نحط السوائل دي كلها مع بعض في مثلا المكان اللي انت هتعجني فيه، في الحاجة اللي انت هتعجني فيها. بتروحي نازلة عليهم بالدقيق زي ما انتوا شفتوا كده. اللي حابب يحط بيض تمام، حابين تحطوا بيض حطوا بيض، مش حابين برضو عادي، بيطلع طعمه جميل وحلو. يعني لو انت حابة تحطي بيض، انا بس يعني بلغيلك فكرة البيض عشان خاطر الميزانية والدنيا غالية والبيض غالي. فانت حابة تحطي بيض تمام، مش حابة تحطي بيض خلاص ممكن تستغني عنه. فهنا بقى حطينا فانيليا كمان، ورقتين فانيليا، وباكو بيكنج باودر اهو زي ما انتوا شايفينه. باكو بيكنج باودر، باكو صاحي، واتنين فانيليا. كمية الدقيق يا بنات علبة كبيرة دقيق. عارفين علبة السمنة 3 كيلو؟ احنا بعد ما بنخلص علبة السمنة 3 كيلو دي بنفضيها وبنغسلها كويس، وبعد كده بنعاير بيها الدقيق. بنعاير الدقيق في علبة السمنة 3 كيلو الكبيرة. يعني علبة دقيق كبيرة ليها كوباية سمنة، كوباية زيت، كوبايتين مية برضو حلوين، لان انت هتاخدي كوباية مية تحطيها في العجين، وهتاخدي كوباية مية تحطي فيها بقى معلقة سكر، وتحطي فيها البيرة، وتسيبيها كده تخمر شوية، وبتنزلي بقى عليها زي ما شفت معانا في اول الفيديو. ولو حسيتي ان العجين مش طري معاكي زودي ميه، لان اهم حاجه العجينه تكون طريه. الشريك ده يا جماعه عايز العجينه تكون طريه. كل ما العجينه تكون طريه كل ما هياخد ويدي معاكي، يعني كل ما تخلي العجينه طريه يبقى حلو جدا. يعني عجينه الشريك دي لازم تبقى طريه قوي، يعني عارفه بتبقى عامله، يعني لازم تبقى طرية كده في ايدك. ما ينفعش تبقى العجينة شديدة او ناشفة، بتبقى طرية جدا. يعني انا دي كوبايتين المية دولت هتحطوهم بس في الاول، بعد كده بقى تحتاجي مية تحطي بقى انت مية براحتك. تمام. هنا بقى مرحلة العجينة اهي زي ما انتوا شايفين، احنا بنلم كده العجينة اهو. فزي ما قلت لكم البيض اختياري، حابين تحطوا بيض كقيمة غذائية حلوة لأولادنا تمام، مش قادرين الميزانية ما تسمحش والبيض غالي ممكن تستغني عن البيض تماما، مفيهاش أي مشكلة. والسكر برضو حسب الرغبة. نسيت اقول لكم برضو على السكر، بنحط كمية سكر حلوة على حسب ما انت عايزة. كوباية سكر، كوبايتين سكر، على حسب ما انت بتحبيه. مسكر قد ايه، يعني عايزاه حاجة وسط، عايزاه مسكر قوي، عايزاه دلع، على حسب ما انت عايزة حطي السكر براحتك. كمية سكر برضو بتحطيها مع السوائل اللي احنا حطيناها في الاول. تمام يا بنات. يبقى السكر، سمنة، زيت، بنعجنه بسمنة وزيت مع بعض. كوباية من ده وكوباية من ده. سكر، سمنة، زيت، فانيليا، بيكنج باودر. طبعا الخميرة ما ننساهاش، بتبقى عاملاها كده في كوباية من قبل ما تبتدي عجين. بتحطي بيرة وبتحطي معلقة سكر وبتسيبها تخمر كده بقى في الكوباية، وبعد كده بتنزلي بيها.
كده خلصنا مرحلة العجين. ندخل بقى على المرحلة بقى اللي احنا بنبرم فيها كده ونحطه في الصواني. بتتهني بقى الصينية كده سمنة، وبتبتدي بقى بعد العجين ما يخمر. طبعا الجو شتا فهياخد وقت شوية عقبال ما يخمر. بتدفي بقى العجينة في مكان كويس يكون دافي. اول ما بتخمر بقى وبتعرفها ان هي عليت عن ما كانت، بتبتدي ان انت تقطعي فيها. طبعا انا بكلم الناس اللي هي مثلا ما تعرفش، مش قوي البنانيتي اللي لسه متجوزه جديد، الناس اللي مش عارفه. لكن انا عارفه ناس كتير عارفه الطريقه وناس كتير شاطره وكله ما شاء الله، خاصه عندنا هنا في الصعيد محترفين في الحاجات دي. فانا بكلم البنات او الستات اللي لسه ما تعرفش، اللي لسه متجوزه جديد، بنات لسه مش عارفه. فيعني فاهمين يعني بحاول ان انا او اشجعكم ان انتوا تعملوا الحاجه دي. فعارفه ان في ناس كتير شاطره وفي ناس كتير بتعمل، بس اهو كتشجيع بس ان انتوا تقوموا كده لو كسلانين، تقوموا تعملوا مخبوزات لاولادكم. الشتا بتحب المعجنات والحاجات دي، فحبيت بس ان انا اطلع يعني اشجعكم، واللي ما يعرفش يتعلم واللي متعلم يتشجع ويعمل. وزي ما انتوا شايفين كده شغالين ما شاء الله. احلى حاجه اللمه والقعده الحلوه دي. شايفين دي اللمه والقعده الحلوه يا جماعه، دي قعده بيت العيله كده واللمه. السلايف وسط حماتهم والقعده الجميله دي اللي يا رب ربنا ما يحرمنا منها ابدا، ونفضل دايما كده ملمومين في الفرح وفي الخير وفي السعاده. مفيش احلى من اللمه دي. احنا بنزعل مهما بنزعل بنرجع برضو لبعض. وقت الجد لازم نبقى واقفين مع بعض، لازم نبقى جنب بعض. مفيش واحدة فينا بتعمل حاجة إلا لازم تجيب التانية تعملها معاها. بنساعد بعض، ما بنسيبش بعض في أي حاجة يا جماعة. مهما نكون زعلانين، كل الناس بتزعل وبتحصل خلافات وبتحصل تاتشات كده، بس بنرجع برضو لبعض لأن احنا ملناش غير بعض، لأننا بنحب بعض فما نقدرش نستغنى عن بعض. فأهم حاجة إن احنا ايدينا في ايدين بعض في أي حاجة بنعملها. هنا بقى بنبرم زي ما انتوا شايفين كده. تركزوش معايا يا جماعة، انا بمنتج الفيديو والله الساعة 1 بالليل. عارفين يعني ايه الساعة 1 بالليل؟ نيمت الولاد كده وقلت منتج الفيديو عشان اقدر ان انا انزله لكم وما تأخرش عليكم في الفيديوهات. شايفين بنبرم على ايدينا كده واحنا قاعدين كده في منتهى السهولة. هو طري جدا. لازم العجينة بتاعت الشريك تبقى طرية جدا، تبقى طرية كده عشان ما تاخدش في ايديكوا وقت. شايفين وحماتي طبعا قاعده بتعمل اهي وسطينا. ربنا يبارك لنا فيها يا رب ويحميها لنا ويديها الصحه يا رب ويدومها دايما في حياتنا. قاعده طبعا بتعمل وسطينا، هي البركه بتاعتنا يا جماعه والله. هي البركه بتاعتنا، واحنا كل حاجه ماشيين برايها هي وبشروطها هي. وقلت لها بقى انا هجيب ايدك وانت بتعملي عشان ربنا بقى يبارك وال... والفيديو يجي فيديو يبقى حلو كده ويبقى مبارك بيها يعني. هنا بقى مرحلة البيض. في البيض ده بقى كسرنا بيضتين كده حلوين وحطينا فيهم فانيليا عشان يدي ريحة حلوة. الفانيليا بتدي ريحة طبعا في البيض بتبقى حلوة، بحس عشان ريحة الزفارة وكده فحطينا فانيليا. ممكن تحط باكو فانيليا او 2، احنا بنجيب اللي هي الاكياس مش السايلة. فحطي بقى فانيليا على حسب ما انت عايزة، على حسب يعني ممكن كيس او 2 بالكتير، بيدي ريحة شوية. هنا اهو مرحلة البيض بقى عشان يدي لون حلو. وكمان حابة تحطي سمسم، ممكن تضيفي سمسم من فوق. انا عامة بحب فكرة السمسم، بس هو اليوم ده ما كانش متوفر سمسم، يعني ما كانوش حابينه بسمسم قوي ولادنا، فهو اتعمل من غير سمسم. لكن هو بعد مرحلة البيض دي لو عندك سمسم بقى بتمشي بقى على الشريك كله كده وبتحطي فيه السمسم، بيبقى شكله بيبقى مدي شكل جميل جدا والله، والطعم بيبقى حلو. انا بحبه بصراحة بسمسم، بس احنا في اليوم ده اتعمل من غير سمسم يا جماعة. شايفين الجمال عامل ازاي؟ هتشوفوه بقى بعد ما يطلع من الفرن حاجة كده تحفة وهشة وجميلة. شايفين المنظر؟ شايفين هش جدا والله العظيم، وطعمه تحفة تحفة تحفة. من هنا للصبح يا جماعة جربوه واعملوا لولادكم. وفي البرد ده والشتاء طبعا، الشتاء عايزة الحاجات دي، عايزة المخبوزات، عايزة الحاجات بتاعت الفطار دي لأولادنا كده، لازم يفطروا خاصة قبل ما يمشوا على المدارس والحاجات دي كلها. شايفين هو جوه الفرن طبعا النار بتبقى متوسطة يا جماعة، النار بتبقى متوسطة. شايفين ما شاء الله الله اكبر؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ جربوه يا جماعة، جربوه والله مش هتخسروا حاجة، هيعجبكم جدا وامشوا على المكونات بالظبط. ويلا بقى سلام.